سلام مرحبا بكم في جربتها قبلك. اليوم جربت لكم تحلية جديدة اقتصادية راقية بطعم الحليب المحمص اللي يعشقه كامل. باش نتوما ما تتحيروش، هاكم النتيجة قدامكم. جربتها قبلك وصدقيني لازم تجربوها. نستخدم في هذه الوصفة لدينا دوليسول مادلين بذوق الكراميل. نستخدم علبة نصف كوب من الحليب بودرة محمص، 3 ملاعق كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من النشا مايزينا، كوب من الحليب وكوبين من البسكويت المطحون. طريقة التحضير: في كاسرونة نضع كوب من الحليب وملعقة كبيرة من النشا و3 ملاعق كبيرة من السكر. نخلط جيدا على نار هادئة. بعد ذلك نطفئ النار ونضيف حليب بودرة المحمص ونتركه يبرد قليلا. الآن نحضر الطبقة الأولى. في قالب نضع المادلين المفتت، وإذا استخدمت كيك جاهز من الأفضل نرشه بالحليب. بعد ذلك بعدما بردت الكريمة نقوم بوضع عليها كريمة الشانتي المخفوقة، نصف كوب من كريمة الشانتي ونصف كوب من الحليب البارد وخفقتها. بعد ذلك نقوم بخلطها جيدا بالخلاط ونضع الطبقة الثانية فوق المادلين. نضع الطبقة الثالثة عبارة عن كوبين من البسكويت المحمص و4 ملاعق من الزبدة الذائبة، نضعهم فوق الكريمة. الآن نقوم بوضع الطبقة الرابعة عبارة عن شوكولا مذابة. تركتها 3 ساعات في الثلاجة، وكانت هذه هي بودينغ الطبقات بالحليب المحمص، سهلة واقتصادية. إذا عجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه.